في ناس بنشوفهم ساكتين ملهمش في الكلام الكتير ولا بيظهروا في الصورة، بنعدي عليهم كده ومش بنفكر هم عايشين ازاي ولا بيعملوا ايه. بس تفتكروا ممكن يكون في حد في حياتنا شايل خير كبير واحنا مش واخدين بالنا؟ النهاردة هحكي لكم حكاية من حكايات الزمن الجميل عن راجل ساكن في قرية بسيطة. الناس كانت شايفة فيه حاجة بس الحقيقة كانت حاجة تانية خالص. بس قبل ما نحكيها نصلي الأول على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحط اللايك المهم جدا عشان القصة تتسمع أكتر. واللي لسه مش مشترك بقناتي ياريت يشرفني بالاشتراك، واستنوا معايا واسمعوا القصة للآخر، يمكن تغير نظرتكم لناس حواليكم ويمكن تسيب جوه قلوبكم علامة مش هتتنسى. كان يا مكان في يوم من الأيام في قرية صغيرة في الريف، كان في راجل عجوز اسمه عم شوقي. عم شوقي ده كان تاجر كبير، عنده دكان كبير بيبيع فيه كل حاجة من السكر والشاي لحد القماش والتحف. كان معروف إنه راجل غني جدا، بس ما كانش حد يعرف عنه كتير. عايش لوحده قليل الكلام ووشه دايما هادي كده ومبتسم، بس مبتسم من النوع اللي ما تعرفش تقراه. وفي يوم من الأيام واحد من شباب القرية اسمه سعيد، شاب فقير ومتعلم تعليم بسيط لحد الابتدائية، يعني تعليم يخليه يقدر يقرأ ويكتب كويس. دخل على عم شوقي وقال له: يا عم شوقي، مش كفاية الفلوس اللي عندك؟ ما تساعد الناس شوية. شوف عم سيد الجزار على قد حاله وكل يوم بيوزع لحمة ببلاش على الغلابة. عم شوقي ابتسم نفس الابتسامة الهادية دي وما ردش عليه خالص ولا كلمة. سعيد طبعا زعل وقال في نفسه: ده بخيل ومتكبر ومش حاسس بالناس من حواليه. وطلع من عند عم شوقي وابتدى يحكي لكل حد في القرية عن اللي حصل. وفي أقل من أسبوع كل القرية بقت بتبص لعم شوقي إنه راجل بخيل وقاسي القلب ومش بيحس بأي حد. الناس بطلوا يشتروا من دكانه، حتى العيال الصغيرين بقوا يخافوا يعدوا من قدامه. وفي وسط كل ده عم شوقي كان ساكت، لا اتكلم ولا اشتكى. ومرت الشهور وعم شوقي ابتدى يتعب، جسمه هبط وما بقاش قادر ينزل دكانه. في الأول الناس كانت فاكرة إنه بيتمارض، بس بعدها بقى واضح إنه فعلا مريض، ومفيش حد راح يزوره أبدا ولا حتى جار من جيرانه. وفي ليلة شتوية بعد ما القمر كان مكسوف من البرد، مات عم شوقي لوحده في بيته من غير ما حد يحس بيه. بعد كام يوم لما الشرطة فتحت بيته ولقوه ميت، ابتدى الكلام يدور: يستاهل، ده كان بخيل، محدش حبه، مات لوحده زي ما عاش مش حاسس بغيره. لكن بعدها بكام أسبوع حصل حاجة غريبة. عم سيد الجزار بطل يوزع لحمة. الناس لاحظت وسألوه: ايه يا عم سيد، فين اللحمة اللي كنت بتديها للفقراء؟ عم سيد قال لهم: أنا عمري ما كنت بقدر أوزع من جيبي. عم شوقي الله يرحمه هو اللي كان بيبعت لي كل أول شهر ظرف فيه فلوس مخصوص للحمة، وكان بيقول لي وزعها للغلابة من غير ما تقول اسمي. أنا نفسي معرفش ليه كان بيخبي، بس كنت بحترم رغبته. الناس اتصدمت، وسعيد اللي كان سبب الفتنة سكت، والندم بقى بياكل فيه، ودموعه نزلت وهو واقف وسط الناس مش قادر يبص في وش أي حد. في اللحظة دي بدأوا أهل القرية يفتكروا كل الحاجات الغريبة اللي كانت بتحصل. واحدة أرملة كانت بتستلم شنطة أكل آخر الشهر، طفل يتيم كان بيلاقي حذاء جديد في الشتاء على باب بيته، ست كبيرة كانت دايما عندها الدواء، وكلهم كانوا فاكرينها صدف. بس الحقيقة إن عم شوقي كان ورا كل ده، سايب الخير ماشي في السر من غير لا شكر ولا تقدير. العبرة اللي بناخدها من قصتنا النهاردة إن الناس ساعات بتحكم من بره، من الشكل، من الكلام، بس الحقيقة جوانا وربنا هو اللي شايف. في ناس بتتكلم كتير وما بتعملش، وفي ناس بتعمل كتير وما بتتكلمش.
وما ينفعش نحكم على حد من اللي ظاهر قدامنا. وساعات الناس بتفتكر الهادي بخيل والساكت غريب والمختلف مريب، لكن الحقيقة عمرها ما كانت في الكلام ولا في العيون ولا في الحكاوي اللي بتتقال. الحقيقة جوه القلوب وجوه النية وجوه الأعمال اللي محدش شايفها غير ربنا. عم شوقي مات بس الخير اللي عمله لسه عايش، علشان كده ما تحكمش على حد من اللي ظاهر، يمكن جواه نور وخير انت مش شايفه. وافتكر دايما ان الخير ما بيروحش حتى لو اتعمل في الخفا. وبكده تكون خلصت قصتنا المؤثرة جدا، واستنوني مع حدوتة جديدة من حواديت سارونا، حواديت دايما فيها عبرة وحكمة من قلب الحكاية.